12 سرا مخفيا في لوحة الموناليزا. في الغالب فإن الرسام ليوناردو دافنشي لم ينتهي بعد من رسم الموناليزا، وتوفي قبل الانتهاء منها، والبعض يعتقد أنه مات بعد الانتهاء منها. حتى وقتنا هذا لا يزال العالم يجهل حقيقة المرأة التي ظهرت في اللوحة، ولم يتم ذكر اسمها في أي من مذكرات الرسام ليوناردو دافنشي. رغم الشهرة العالمية للصورة، إلا أن قياسها هو 77 سنتيمتر في 53 سنتيمتر فقط، وتوجد اللوحة الآن في متحف اللوفر في فرنسا. ربما لم تلاحظ أن المرأة في اللوحة لا تملك الحواجب والرموش، وربما هذا دليل آخر على عدم الانتهاء من رسم اللوحة. تمكن عالم فرنسي من اكتشاف رسم لامرأة خلف المرأة الظاهرة في اللوحة، ويعتقد البعض أن تلك المرأة هي الموناليزا الحقيقية، وقد تعمد دافنشي القيام بذلك. في عام 1911 تعرضت اللوحة إلى السرقة، واعتقد العالم في ذلك الوقت أنها فقدت تماما، ولكن لحسن الحظ تم العثور عليها بعد عامين في إيطاليا. في عام 1956 قام شخص بالهجوم على اللوحة، وقام بإلقاء مادة حمضية على اللوحة، الأمر الذي تسبب في تضرر الجزء السفلي من اللوحة، الأمر الذي جعلها تعرض مرة أخرى خلف حاجز من الزجاج المضاد للرصاص. البعض يعتقد أن اللوحة لا تقدر بثمن ولا يوجد لها ثمن، لكن الحقيقة أن ثمن لوحة الموناليزا تقدر بحوالي 800 مليون دولار وفقا لويكيبيديا. الأشخاص الذين شاهدوا لوحة الموناليزا عن قرب يعتقدون أن ابتسامة المرأة في الصورة تصبح أكثر بروزا عند النظر إلى اللوحة من الزوايا. قام الرسام ليوناردو دافنشي برسم اللوحة على الخشب، الأمر الذي سبب لها بعض الضرر بسبب تغير المناخ، والآن تم وضعها في صندوق زجاجي يسيطر على المناخ المحيط. عندما تمكن نابليون من السيطرة على السلطة في فرنسا، قام بأخذ لوحة الموناليزا وقام بعرضها في غرفة نومه. باستعمال المكبرات تم اكتشاف وجود بعض الحروف في عيون الموناليزا. في العين اليمنى حروف يعتقد أنها تشير إلى اسم ليوناردو دافنشي وهي LV، أما في العين اليسرى فلم يستطع العلماء من معرفة حقيقة الحرف بسبب قدم اللوحة. بعد المشاهدة، أنت ما رأيك في تلك اللوحة؟ وما هو الشيء المميز بها؟